دوغول عيط لهم لا كونكورد، لا ساحه لا بلاص لا كونكورد، كل واحد عطى له درابو قال له روح هاك دوله مستقله باش يجيب الجيوش اللي كانت في هذه الدول كل يخليها هنا في الجزائر. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الدكتور الجزائري محمد الهادي الحسيني يخسف المراركه العيشه على المباشر خوتي بعد تطاولهم في العديد من المرات على الجزائر خوتي. قال لهم باللي الكابرانات اللي راكم تهضروا عليهم هما اللي حروكم من الاستعمار تاع فرنسا. المهم تبعوا معنا حتى النهايه، لي لايك البارطاج مع البدايه تاع الفيديو، طلعونا هذا الفيديو وصلوا خوتي، واللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. المهم قبل ما نبداو في الفيديو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، اللي ماش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، ولي لايك خوتنا مع البدايه تاع الفيديو. راكم عارفين العياشه راهم هنا خوتنا، دعمونا القناه ودعمونا الفيديو، طلعوا الفيديو بلي لايك. نبداو بسم الله. وعليكم البلاندي، وعليكم البلاندي. المهم كيما سمعتوا هذا الجزائري واش كان يدير وقت الثوره. اسمعوا المروكي الان العياشي. المهم كيما شفتوا يا العياشه، جدودنا واش كان يديروا وجدودكم واش كان يديروا. حنايا كنا نحاربوا باش نرجعوا بلادنا، وانتم كنتوا تبوسوا تركعوا وتقولوا عاش. هذه هي الحقيقه، يعني الكابرانات ديالكم تهضروا عليهم كانوا يحاربوا من اجل باش يرجعوا بلادهم، وانتم بوسوا وركعوا وقول عاش. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم خوتنا، لي لايك البارطاج وتبعوا الرد بقوه من عند الدكتور الجزائري محمد الهادي الحسيني على العيشه زريبه طاكوس. ربما نحتقروا الان كي نشوفوا مجاهد مسكين بهذيك العمامه وخشابيه مكان وكذا، هذاك راه دق الجنرالات. هذه الكلاب حشم يسمع اللي راهم في المروك يهضروا يقولوا كابرانات الجزائر. الكابرانات راهم طيحوا امبراطوريه امبير. ما ديال العياشي، يعني الناس اللي راهم يقولوا كابرانات والعسكر والجزائر، كابرانات هادو هما اللي حروا الجزائر، حروا قاره، هما زريبه ما قدوش يحروها، هادو كابرانات حروا قاره. زيد تبع العياشي. انت بالجنرالات نتاعك بالطيارات، 6 طيارات ما طيحوش، ما بليساوش حتى الطياره بوينغ في السماء، ما بليساوهاش، طلعوا باش يطيحوها. ما تهضر على سيادك، هذوك مجاهدين رجال عليك. لو كان بفضلهم تحرر المغرب وتحرر تونس وتحرر 13 دولة في افريقيا. سمعت يا العياشي، بفضل الكابرانات اللي راك تهاجم فيهم الجزائريين الرجاله تحررتوا انتم في جرتنا. هذه هي لان بسببنا احنا الجزائر فرنسا تخلت على 13 دوله في افريقيا وجات باش تبقى غير في الجزائر، لان شافت باللي الجزائر قويه على كامل الدول هذوك اللي كانت محتلتهم، وايضا افضل من كامل هذوك الدول. يعني ما قدرتش تستحمل الجزائريين قدر ما استحملت الدول الاخرين. الدول الاخرين جاتهم سهله باش يحتلوهم، بصح كي جات الجزائر حصلت جابت كامل الجيش تاعها من الدول الاخرين، ومع ذلك الرجال تاع الجزائر خرجوها. رجال عليكم يا العياشه، الجزائريين رجال من بكري وحروا بلادهم، والدم تاعهم راه متراصي في الحدود تاع بلادنا. يعني نتايا ما درت والو من بكري وانت تبوس، لذلك لحد الان راكم محتلين. زيدوا تبعوا. في نهار واحد دوغول عيط لهم لا كونكورد، لا ساحه لا بلاص لا كونكورد، كل واحد عطى له درابو قال له روح هاك دوله مستقله باش يجيب الجيوش اللي كانت في هذه الدول كل يخليها هنا في الجزائر باش يحكم. خاطر يقول لو كان نحط الجزائر في كفه وكل الدول اللي كانت تحكم فيها فرنسا في كفه اخرى، كفه الجزائر ترجح. سمعت يا العياشي، يعني هذا ديغول عطاكم الاستقلال في جرة الجزائر، يعني قال لهم كون نحط الجزائر ونحط الدول كامل الاخرين اللي داو الاستقلال في جرة الجزائر، الجزائر هي اللي تفوق، لان هما كانوا يحوسوا باش يدوا الجزائر القاره، لكن في الاخير ما داو والو، داو الشعب وخرجوا دراع، لان الجزائريين رجال ضحوا بنفوسهم. المهم يخرجوا من بلادنا ونحرروا بلادنا، ومازال باقيين الرجال تاع الجزائر مازال واقفين لحد الان يدافعوا على بلادهم حتى لاخر قطره من دمهم. حنايا رجال ونبقوا رجال، وين ما نروحوا الزعامه ريصنا في سمو عندنا النيف، ما نبوسوا ما نركعوا ما نقولوا عاش. زيدوا تبعوا. الجزائر احسن،
ولهذا كانوا يسميوها مستعمرات، حنا كانوا يسميونا مع الميتروبول، حنا كنا تابعين وزارة الداخلية تاع فرنسا ماشي وزارة المستعمرات. هذه قيمة بلادكم وبلادنا. ولهذا الفرنساويين يعترفون، عندهم كتاب اسمه لانسيكلوبيديا امبريال. هذا فيديو موجه ايضا للشيات وكامل اللي راهم يشيتوا لنظام المخزن. هذا فيديو موجه ليهم جماعه طوا وكامل. لازم تفتخروا بجزائريتكم وتفتخروا بانكم جزائريين، لان هذه الارض ما جابوهاش ليبوسوا يركحوا، جابوها رجال، يعني ضحوا عليها رجال وخرجوا الاستعمار الفرنسي ورجعوا بلادهم حره مستقله. والحمد لله بفضلهم هما رانا عايشين اليوم احرار حنا في بلادنا. ربي يرحم الشهداء، ادعوا لهم بالرحمه خوتي. وبالنسبه للعياشه اجدودكم كانوا من البكريه يبوسوا يركحوا. هذه هي. زيدوا تبعوا خوتنا واللي رايكم بارطاج طلعونا الفيديو. ربي يحفظكم. الموسوعه الامبراطوريه ومطبوعه في 1948 يقولوا الجزائر كلفتنا 80 سنه من الحرب ما داوهاش باطل. ماشي كيما انت يا كذا بعت بلادك ببيسيكلات امير المؤمنين. مع ديال العياشي الجزائر يهضروا عليها في فرنسا باللي ما قدرولهاش مهما داروا، و80 سنه هما مع ومهما داروا، والتاليه الرجال تاع الجزائر حروا بلادهم. ماشي كيما نتوما اللي بحتوا بلادكم ماشي بحتوها، بدلتوها بسكلات، عطاو الملك تاعكم بسكلات ايا مديتي لهم سبتهم ليليا. حنا الطرف من التراب تاعنا وما نمدوش، ماشي تحالة ولايات. وزيدوا تبعوا خوتنا. عطاو له بسكلات، عطا لهم روح تجاهد لو كي يغلبوك. كاين رجال عندهم الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي في الفانتسانك في الفان في كذا راجل بصح ما بيحبوش. ولهذا نهار استقلت المغرب ما وجدش المغرب، قال لهم انتم ما كنتوش مستقلين. والله ما ولاو، مدفون في القاهره محمد بن عبد الكريم الخطابي. الخطابي رجل حر واحفاده مازال راهم يناضلوا باش يسترجعوا ارضهم، لانهم ريافه احرار ماشي كيما اللي يبوسوا يركعوا ويقولوا عاش. والجزائر راهي تكفلت بهذا الموضوع تاع الريافه وراهي تدعم فيهم، وديجا راهم فتحوا لهم مكتب تاع الريافه الاحرار في الجزائر العاصمه. يعني الجزائر راهي في كتافهم كيما داروا الناس اللي هو كيدعموا في راكم فاهمين. الجزائر قالت لهم انا كونترا عليكم، راني ندعم في الريافه الاحرار، لان الجزائر مكه الثوار وارض الاحرار. بالتالي يعني الجزائر كامل قضايا تاع الاحرار في العالم راهي تدعم فيهم، بالتالي ماشي غير قضيه الريافه. المهم اللي لايك البارطاج زيدوا تبعوا خوتنا. راه مدفون في القاهره ما حبش يدخل المغرب. اعفص على هذاك الحنين والشوق ريحه البلاد كما يقولوا وما ولاش، لانه على باله شكون راهي هذاك. هاو الان هذا الصحفي المصري حسن الهيكل قال المؤتمرات نتاع القمه اللي كانوا يتعقدوا في الرباط غير يخلصوا يديهم اليهود معلومات. ربي يقول له القرآن هذا ما كانش حرف فيه مخدوم للبركة، كاين بركة وكاين حركة. ربي يقول وفيكم سماعون لهم. المهم كيما سمعتوا واش تكلم الدكتور الجزائري محمد الهادي الحسيني على الناس اللي هوك اللي راهم يطولوا للجزائر واللي راهم يقولوا كابرانات وعسكر وكامل، دائما يعايروا الجزائر بكابرانات. بصح الكابرانات هذو اللي راكم تهضروا عليهم يا العياشه هما اللي حرروا الجزائر. يعني كابرانات بكري كانوا يحاربوا ضد فرنسا وحرروا بلادهم، بصح انتم مازالكم تبوسوا وتركعوا وتقولوا عاش. في الوقت اللي كانوا يحاربوا الكابرانات انتم كنتوا تركعوا تحت سيادكم، لذلك لحد الان راكم مستعمرين. بصح الجزائر حرروها رجال وضحوا بانفسهم وحرروا بلادهم، لذلك حنا رانا عايشين احرار في بلادنا والحمد لله. ربي يحفظنا بلادنا والحمد لله. مازال باقيين رجال في البلاد ونبقوا نحاربوا على بلادنا وندافعوا على بلادنا حتى الاخر قطره من دمنا. يعني بلادنا دائما تقعد حره ومستقله الحمد لله على نعمه الجزائر، وبلادنا قاره وما راهيش زريبه. هذه هي. يعني بالتالي انتوما راكم دائما هاك تحت سيادكم تحت ميميسيس. هذه هي. وحنايا دائما ريصنا في السماء وعندنا النيف. وبالنسبه لعبد الكريم الخطابي راجل وحر، لذلك خرج من الزريبه تاعكم وروح للقاهره وتوفى في القاهره ربي يرحمه. واليوم احفاده راهم يحاربوا ويناضلوا من اجل باش يسترجعوا ارضهم، لان في الوقت اللي كان يحارب الخطابي ربي يرحمه كان يحارب في اسبانيا وفرنسا. انتوما يا العياشه هذه العائله الملكيه وكامل مراركه هادو
كانوا يحاربوا ضده، يعني كانوا ايضا هما يحاربوا مع فرنسا واسبانيا ضدهم. باش تكونوا فاهمين، يعني باش تفهموا باللي الناس اللي هوك العياشه ما حاربوش غير ضدنا حنايا، حاربوا ضد العرب، ضد الجزائر، وضد الريافه بن عمهم. هذه هي مملكه الطاكوس، هادو هما العياشه، وهذه هي العائله العلويه اللي دارها ليوطي باش العياشه بوس وركع وقول عاش. المهم خوتنا، قبل ما ننهو هذا الفيديو نزيد نسمعكم غير واحد المقطع صغير من عند واحد المروكي، اعتراف على المباشر، اسمعوا غايه حلوا ودنيكم، ويا العياشه اروح تسمع شكون هما ولاد فرنسا، اروح تسمع اروح. انا كنفتخر لان فرنسا هي اللي دارت لي ديك الرايه، وكنفتخر لانني كان سميتي كاسو مراكش ورجعتني فرنسا المغرب، السميه ديال المغرب، ونسبات لي داك التاريخ ديال المغرب العربي، المغرب الاقصى والمغرب الاوسط والمغرب المهم كما سمعت يا العياشي، هذا اعتراف من عند مروكي، قال لك انا نفتخر لان فرنسا هي اللي بنات لي بلادي، وهي اللي سمت لي بلادي، وهي اللي دارت لي الدرابو، وهي اللي جابت لي النشيد، وهي جابت لي العائله العلويه باش نبوس لها ونركع. راه يفتخر بان فرنسا هي اللي بناته. مروكي هذا ولد بلادكم، يعني باش تفهموا يا العياشه، البلاد ماشي بلادكم، انتم غير جابوكم باش تبوسوا وتركعوا وتقولوا عاش، يعني جابوا لكم عائله هذيك العلويه تبوسوا لهم دائما عاش تحتها، والبلاد هذه اللي سموها لكم وكامل هي فرنسا. يعني انتم بكري كنتوا عباره عن دواوير، فرنسا سمتكم ردتكم دوله وزاد جابت لكم عائله علويه، وانتم من هذاك الوقت وانتم تبوسوا وتركعوا. بكري هادو اللي راكم تبوسوا لهم هذه العائله العلويه كانوا يربوا فيهم فرنسا، يعني مين كانوا اطفال كانوا يتربوا عند فرنسا، كيفاش يولوا يحكموا، وانتم من ذاك عايشين في الذل وتبغوا الذل، راكم تبوسوا تركعوا وتقولوا عاش. المهم كما شفتوا خوتنا في هذا الفيديو الرد من عند الدكتور الجزائري محمد الهادي الحسيني. بالك العياشه ثاني يبغوا يسرقوا، راكم عارفين يسرقوا كل شيء، ببوشه حلزون كيما نقولوا احنا ببوشه عندنا وسرقوها وتحال، راكم فاهمين، يعني العياشه اللي يشوفوها يقولوا تاعنا، واللي يسمعوا بها عندهم فيها النص. المهم الرد كان بقوه على الناس اللي هوك اللي راهم يطاولوا على الجزائر وتاريخ الجزائر والكابرانات والعسكر وكامل. المهم هذو الكابرانات والعسكر والجزائريين رجال دائما واقفين، رجال رصانهم في السماء وعندهم النيف، لانهم حاربوا من اجل بلادهم وضحوا بنفوسهم وحروا بلادهم، وراهم عايشين رجال رافعين رصانهم في السماء ويضربوا صدورهم ويقولوا تحيه الجزائر ويفتخروا بانهم جزائريين. بصح ما يركعوش ويبوسوا ويقولوا عاش كيما نتوما. يعني مهما ضربت يا العياشي قارع على بلادك غادي تلقى روحك تحت الاستعمار. يعني اسبانيا راهي ديرك سبتهم ليليا لحد الان، ما على باليش شحال من عام وانت مازال تحت الاستعمار وجاي تهضر على الجزائر. المهم هضر وزيد، حنا رانا نتقدموا ونطوروا ورانا في بلادنا احرار كما قال لك، رانا عايشين الحمد لله يا ربي، ربي يحفظ لنا بلادنا ويبعدكم علينا هذا مكان. وانتم عايشوا في الميزيريه وناس طردوا فيكم دياركم، وواحدين يسكنوا في دياركم، وواحدين يدوكم في الاراضي، ايوا هذه هي. المهم خوتي شكرا كامل الناس اللي تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه، ربي يحفظكم خوتي، عطونا رايكم في التعليقات، لي لايك البارطاج، طلعونا هذا الفيديو وصلوه، بارطاجيو في كامل المواقع خوتي، اللي ماشي مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. القناه الاولى غادي تلقوها في صندوق الوصف، مرحبا بكم كامل خوتي، شرفونا فيها. حساباتي الشخصيه انستغرام تيك توك لاباج على فيسبوك غادي تلقوهم في صندوق الوصف. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده، سلام.